شعور النهاردة هو شعور خطر، واحنا مش حاسين بخطورته ولا مدين له أهمية مع انه بيصرخ عشان نسمعه. شعور النهاردة هو شعور الأوفرويلم. أقرب كلمة لقيتها في العربي هي التشويش. عارفين المشهد لما الإنسان المحترم اللي بيساعدنا في المطاعم، الويتر، بيبقى بيجري بين 50 ترابيزة في مطعم زحمة، وده بيشتكي وده نقصه طلب وده عايز مش عارفة ايه، ويدخل يجري ويطلع ويعتذر لده ويدخل عشان يجيب طلب ده. الشخص ده ساعات هيدخل المطبخ ويعطل، يقف مكانه، لا عارف يتصرف ولا عارف يتحرك. كذلك مشهد الأم لو عندها طفل رضيع أو في السنة الأولى، الأم دي بتبقى مش نايمة وبتجري طول النهار ما بين عياط وما بين صريخ وما بين رضاعة وما بين غيار. بيجي لها لحظة بتقع مكانها وتنهار في العياط، وانت لو حتى سألتها انت بتعيطي ليه ما عندهاش رد. هو ده شعور الأوفرويلم. علماء النفس بيعرفوه انه فعلا بيحصل عطل دماغي، والإنسان بينفصل عن مشاعره خالص لدرجة انه لا بيبقى عارف وحاسس بإيه ولا عايز إيه ولا محتاج إيه، وده بيأثر جدا على اتخاذ القرارات. بنهنج زي ما احنا بنقول كده. وده الفرق بينه وبين شعور الضغط. انت ممكن تبقى مضغوط في شغلك وبتعمل 100 حاجة ورايح وجاي، بس عارف تفكر وعارف تتصرف وعارف تقرر وعارف تتحرك. ده المستوى الأول. لكن لو تعرضت للضغط ده كل يوم بنفس السرعة بنفس الطريقة، هتوصل للمستوى التاني وهو التشويش. انك هتعطل ومش هتعرف تتحرك او هتعرف تتصرف ولا هتعرف تقرر. طيب هعرف منين ان انا وصلت للمستوى التاني مش مجرد مضغوط؟ عد معايا. اول ما يبقى عندك اجهاد غير مبرر مستمر، عندك حاجة اسمها برين فوج او عقل ضبابي، بتحس ان انت عقلك فيه ضباب مش قادر يفكر. يبقى عندك أرق ومشاكل في النوم، يبقى عندك مشاكل في الجهاز الهضمي، يبقى عندك شد في عضلات الرقبة والظهر مستمر. كل دي علامات ان جهازك العصبي متحمل اكتر من طاقته. وهي دي بالظبط رسالة شعور التشويش او الاوفرويلم. جاي لك برسالة، عارفين علامة ستوب الحمراء اللي بنشوفها في الشارع؟ هي دي الرسالة، ستوب. اقف وراجع حياتك وراجع نمط حياتك، لأنه واضح انه في شيء محتاج يتغير. انا مش جايه من اللالا لاند وعارفه ان الدنيا بقى فيها متطلبات كتير، ولكن علامه شعور التشويش او رسالته بيقولك ان اللي جاي على صحتك. احنا عاده بنعمل ايه؟ بنطنشه طبعا، وبنكمل وبندوس لحد ما بيحصل احتراق كامل ونبدا نعيا عصبيا ونفسيا وجسديا. الشعور ده ما كانش موجود زمان، يعني ما كانش حتى اعتقد في لستة المشاعر ايام الخمسينات والستينات، لان كان نمط الحياة متناسب مع جهاز العصبي بتاع البني ادم ومع قدرته النفسية على التحمل. دي حقيقة. احنا النهاردة في زمن سرعته ومتطلباته حقيقي مش مبالغة اكبر من اللي احنا مهيئين ان احنا نتحمله. فالمسؤولية مسؤوليتنا احنا، ان احنا اللي نهدي واحنا اللي نتعلم فقه الاولويات واحنا اللي نحافظ على نفسنا. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل 3 حاجات. اول حاجة، محتاج جدا يكون عندي وقت في اليوم بعمل فيه ولا حاجة. وده بالظبط اللي كان موجود زمان. الناس كانت بتقعد تعمل ولا حاجة ولا ماسك تليفون ولا فاتح تلفزيون ولا حاجة. فده العقل فعلا علميا بيحتاجه. حتى لو انا عندي حاجات كتير ورا بعض، مهم جدا يبقى عندي فواصل ما بين ان انا بجري بالولاد بوصلهم المدرسه وطالع على الشغل. 5 دقايق انا واعيه ان انا بعمل ولا حاجه، قاعده ان شاء الله مغمض عيني في العربيه، بشرب كوبايه شاي، مشغل شويه قران، شويه مزيكا، وانا عارف اني بفصل ما بين حاجه. وعندي اجتماعات كتير، سفريات كتير، ضروري ابقى مركز ان انا عندي فواصل من حاجه لحاجه، كاني بفصل وبهيئ العقل للحاجه اللي بعدها. تاني حاجة محتاجة أعملها، كل ما ألاقي عقلي واخدني أنا هعمل إيه بكرة وهعمل إيه بعد وهعمل إيه الشهر الجاي وهعمل إيه السنة الجاية، أقف وأوجه عقلي إن أنا هعمل إيه الساعة اللي جاية. وكأن كل اللي موجود في الدنيا هي الساعة اللي جاية. تسميها one task at a time. ده بيخفف جدا الضغط عن العقل. خلصت الساعة الجاية، أفتح الملف بتاع الساعة اللي بعدها، افتح الملف بتاع اليوم اللي بعده، لان احنا دلوقتي عقلنا بقى بنسموه بوب كورن مايند، على طول واخدنا في كل حته وفي كل حاجه. على قد ما اقدر احاول one task at a time. تالت حاجه وهي اهم حاجه، احترم جدا العلامات اللي جسمي بيبعتها لي. زي ما قلنا من شويه، في علامات لما احسها لو سمحت ولو سمحتي اقف واستريح ضروري، وما تستناش لمرحله الاحتراق اللي جايه بعدها. لانه في الاخر الولاد
في ولاد مش رياضيين اصلا، ومش كل الولاد محتاجه تروح 3 تمارين في اليوم. الاجتماعات ممكن اخد اجتماعين نهار، يعني لازم من رحمه ربنا فينا بيبقى في مساحه اتحرك فيها وهدي شويه رتم الحياه. بس انا ساعات مش واخد بالي، وساعات متاخد قوي في انجازات معينه، فانا اللي محتاج اهدي، لانه مفيش حاجه في الدنيا كلها هتبقى اغلى من صحتي الجسديه والنفسيه والعصبيه.